بقالي 6 سنين باستخدم الابليكيشن ده. تعالوا كده اعرفكم على الابليكيشن ده، اسمه فيتش ريوردز. الابليكيشن ده عبارة عن ايه؟ كل اللي انتوا بتعملوه بتدخلوا على جوجل بلاي او الاب ستور، بتنزلوا الابليكيشن. عايزه اقول لكم ان هو سهل جدا جدا ان انتوا تدخلوا عليه، بتعملوا بس تسجيل دخول، تدخلوا الايميل والباسورد وخلاص. انا علشان اوريدي عليه فانا خلاص مش محتاجه ان انا اعمل تسجيل دخول. ده شكله اول ما بتدخلوا عليه بتلاقوه بالشكل ده التحديث الجديد بتاعه. انا عندي 49 الف نقطة عليه. بصوا تعالوا اوريكم كده كام حاجة وكام تركية حلوين تقدروا تاخدوا منهم نقاط حلوة. حاليا هم بدأوا يضيفوا فيه العاب. بصوا كلمة بلاي اللي فوق اللي جنب النقاط دي، اول ما بتدوسوا عليها بتلاقوا العاب. تقدروا تلعبوا الالعاب دي طبعا في وقت الفراغ والحاجات اللي زي كده تقدروا تلعبوا. بتاخدوا بقى ايه نقاط، يعني انا حاليا بلعب باخد نقاط زي كده. بس بقى لي فترة مش بلعب بس. يعني الالعاب دي برضو بتجيب نقاط. الحاجة الاساسية طبعا اللي في البرنامج ده ان انتوا بتصوروا الريسيت اللي بتعملوه. لو عندكم اي ريسيت صوروه. انا حاليا مش معايا ريسيت عشان اصوره لكم، بس هحاول اصوره لكم في فيديو لوحده او احط لكم مقطع صغير كده. بتدوسوا على الكاميرا اللي هي لونها اورنج دي وتدوسوا عليها وبتصوروا الريسيت. لازم يكون التاريخ واضح، يكون الستور نفسه واضح، والمبلغ التوتال نفسه واضح بس. لو انتوا بقى خايفين وقلقانين على الكريدت والاربع ارقام الاخرانيين اللي بيبقوا ظاهرين دول كريدت او ديبت، تقدروا تحطوا صباعكم عليها وانتوا بتصوروها او تشطبوها بقلم بعد كده تصوروا، ما بيجراش اي حاجه. هما بيعملوا اكسبت لاي ريسيت. طبعا ده غير ان في منتجات كتير هو بيقول لكم لو انت اشتريت كذا هتاخد كذا. يعني مثلا تعالوا هنا في كاش وورد على الدوج فود زي دي مثلا. لو اشتريتوا حاجة زي كده للكلاب وكده بتاخدوا 7000 نقطة. انا مرة اشتريتها اخدت 7000، فحلوة جدا. يعني كذا حاجة لو اشتريتوا من البيرسون بتاخدوا 300 نقطة. حاجة تشتروها من الحاجات دي هتاخدوا عليها نقاط اكتر، يعني نقاط اكبر عن النقاط العادية. بصوا كمان لو نزلتوا لتحت هنا هتلاقوا حاجات تانية كتير. تعالوا دلوقتي اوريكم ازاي تبدلوا النقاط. شايفين انتوا النقاط اللي فوق دي؟ انا عندي 49 الف نقطة، بدوس عليهم وبشوف بقى انا عايزة ابدلهم بايه بالظبط. يعني انا عندي البوينت كلها اللي انتوا شفتوها، لو عايزين تغيروها باي حاجة من الحاجات دي تقدروا انتوا تغيروها. يعني مثلا امازون، لو انتوا عايزين امازون جيفت كارد تقدروا تاخدوه. عايزين التو، عايزين اي حاجة من الحاجات دي تقدروا انتوا تاخدوا عليها. انا قبل كده بدلت بولمارت. تقدروا تعملوا سيرش كمان عن الاسطور اللي انتوا عايزينه. يعني مثلا هعمل سيرش عن وولمارت. ادي وولمارت اهو. انا عندي 49 الف، فاقدر ان انا اغير بال29 الف نقطة دول هيدوني $25 ريوارد. دول بيعملوا ايه؟ لو دوست عليها واخدتها هيجيني على الايميل يعني في خلال 3 ايام هيقول لي ان انا اخدت الجيفت كارد. هوريكم الحتة التانية دي لما تيجي بقى في فيديو تاني، بس انا حاليا بوريكم الحاجات اللي هي انتوا طلبتوها مني. هنا انا دوست عليها وخلاص ان انا يقول لي ان الريورد بتاعتي on the way، يعني خلاص هتيجي. بس في خلال 3 ايام زي ما هو كاتب هتوصلني على الايميل اللي انا حاطاه. بعد ما توصلني بقى هوريكم. انتوا بقى ممكن لو عملتوا حاجة واخدتوها من غير ما تقصدوا تقدروا تعملوا cancel reward. تقدروا تعملوا cancel من هنا، تلغوا اللي انتوا عملتوه. انا كده لغيتها عشان اوريكم. تمام. بس لو انا عايزاها فانا برضو هغيرها برضو على وولمارت. عايزين تغيروها على امازون بتاخدوا الجيفت كارد برضو اللي بيوصل لكم وتحطوه في البيمنت بتاع امازون. يعني مثلا امازون اهو جايلي في هنا لو عايزينه على هيئة انه يكون جيفت كارد او اونلاين اونلي. يعني جيفت كارد تقدروا انتوا تستخدموه، لكن هنا اونلاين اونلي تقدروا برضو تستخدموه عن طريق الاونلاين الابليكيشن نفسه. هنا بيقول 28 الف نقطة برضو ب$25. انا كده كده زي ما قلتلكوا عايزة وولمارت، فانا هختار وولمارت دلوقتي. انا كده عملتها مرة كمان، دوست عليها واخدتها كده خلاص. اول ما توصلني بقى على الايميل هصورها لكم صور وانزلها لكم. بس زي ما قلت لكم الابلكيشن سهل جدا وما فيهوش اي حاجه. اللي عليكم ان انتوا بتصوروا الريسيت وبتحطوه بس، وبيظهر لكم النقاط او البوينت من فوق زي ما انتم شايفين كده. وفي حتت لو انتوا اشتريتوا منها زي ما وريتكم كده تقدروا انتوا تاخدوا عن طريقها نقاط اكتر، ولو لعبتوا جوه الابلكيشن برضو بتاخدوا نقاط اكتر. فالموضوع ما فيهوش اي حاجه خالص صعبه، تقدروا تبدلوا النقاط لاي مكان انتوا عايزينه.
هيدولكوا حاجات كتيرة قوي، هيدولكوا اوبشنز كتير جدا جدا. بصوا هتلاقوا اوبشنز كتيرة جدا، يعني الموضوع سهل جدا وحلو. يعني ان هو اديلي 6 سنين صدقوني باخد منه كذا كارت، مش كارت واحد يعني. بصوا لو دوستوا على كلمة ماي ريوردز هتلاقوا كمان ده الكانسل اللي انا كنسلته، اللي هو الجيفت كارد بتاع وولمارت. لكن التاني بروسيسنج اهو، يعني ده لسه هيجي في الطريق. اول بقى ما يوصل هصوره لكم. انتوا بقى لو محتاجين اي اسئلة في الابليكيشن ده اكتبوا لي في الكومنتات، وممكن نعمل عنها فيديو تاني او هجاوبكم في الكومنتات. اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله يعني الموضوع كويس مفيهوش حاجة. وزي ما قلت لكم لو قلقانين من الرقم بتاع الكريدت او الديبت بتاعكم، تقدروا انتوا تدوسوا عليه بصباعكم وانتوا بتصوروا، او تعملوا عليه بالقلم الرصاص او قلم جاف، بحيث ان هو ما يكونش باين بس. والموضوع سهل جدا يعني.